مرحبا يا جماعة، معكم أبو الظلام وجيتكم اليوم في فيديو جديد. في هذا الفيديو رح لكم كيف كسرت صفة كامل من البيض يا جماعة. يعني أنا ما عم بتخيل كيف كسرتوا هذا البيض. صفة كامل من البيض يا جماعة، يعني تحديدا 30 بيضة بسبب مشهور اسمه مو فلوجز. ايه عرفتوه؟ هذا مو فلوجز اللي كانوا يطلعوا معه بيسانو أنس الشايب وباقي الشلة كمان. خلينا نبلش بالقصة. بلشت القصة في عام 2019 وتحديدا كان عمري 8 سنين. كنت طفل مثل الوردة مثل السكراية، أتعايش وألعب وانبسط. فجأة أنا عم بفتح على اليوتيوب لقيت فيديو لمو فلوجز. كان الفيديو عبارة عن تحديات وما تحديات، فأنا طلعت هيك تحديات روح قلب التحديات. ففي واحد من التحديات إنه تكسر بيضة بإيدك. التحدي كان تجيب بيضة وتحطها على كف إيدك وتعص عليها عشان تطق. إذا طقت أنت قوي، إذا ما طقت أنت عرصة. عم بطلع على حالي، عم بطلع على الفيديو، عم بسمع إذا ما كسرت أنت عرصة، أنت حيوان ومانك زلمة. قلت لا أنا زلمة. رحت على البراد، فتحت هالباب، لقيت البيض. أخذت أول بيضة وركاد على البرندة وحطيت إيدي ورا البرندة، يعني في حيط. حطيت إيدي عشان أي شي صار دغري البيضة تنزل على الشارع. حطيت أول بيضة وبلشت عص وشد وأعمل، وبلشت شد عليه واعمل. اخر شيء ما بطلت انكسر، لك راح انقطع نفسي من كتر ما عم شد. اخر شيء عصبت، مسكت لهالبيضة خلفتها على الشارع دغري. الحمد لله ما كان في حدا بالشارع عشان ما تجي البيضة على راسه. يا حبيبي لو جت البيضة على راسه وشافني، يا حبيبي الله علقت. والله كنت يا جماعة رح اكل علقة اخت مني. القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي. فانا هون اتضايقت، قلت معقول انا ماني زلمه، ماني رجال عشان اكسر بيضه. رحت جبت تاني بيضه، بلشت شد ما طلع منها شي. مسكتها شلفتها على الشارع. ورحت جبت ثالث بيضه، مسكتها شديت ما في منها شي. مسكتها شلفتها. ضليت هيك امسك واشلف حتى وصلنا للبيضه 30. بطل فيه الصفط غير بيضه واحده. انت فاكرين انه انا رحمت للبيضة؟ لا يا حبيبي، مسكت اخر بيضة، شديت ما طلع منها شيء، مسكتها شرفتها. هلا واحد بيقول لي انه وين امك عنك عم تكسر انت البيض؟ والله امي كانت عن جارتنا يا عزيزي المشاهد. كانت عم تأرجر ومبسوطة هالكاسة القهوة وكذا. عم تفكر انه هلا ابنها بكون نظف للبيت بكون سوالها شغلة. ما عرفت المصيبة اللي جايت لها. فعلا امي خلصنا عن جارتنا، نزلت تحت على البيت، فتحت هذا الباب لقيتني كمان عم بحضر مو فلوجز. يعني بعد ما خلصت رجعت كمل الفيديو. فكان وقتها الساعة 3، يعني كان ابوي يجي من الشغل. وقتها امي كانت تساوي كبسة. طبعا اللي ما بيعرف انه انا بموت على شيء اسمه كبسة. بحب الكبسة، يعني لو مرة كبسة كنت تجوزتها. امي خلصت من الكبسة واجا دور السلطة. اجت امي على باب البراد عشان تاخذ البندورة والخيار. فتحت هذا البراد، طلعت هيك وانا صفت البيض امبارح جبنا ما لحق يخلص. اجت لعندي امي وقالت لي انت عامل شي بصفة البيض؟ قلت لها لا يا امي، مثل البريئين مثل الناس الكيوت. امي ما صدقتني، بس يلا قالت طفل خلينا نتركه. بس اجي ابوه بيتصرف معه، لانه ما في حدا بالبيت غيري انا. يعني اكيد يعني مين بده يجي فضائي يجي يخطف البيض؟ يعني اكيد هذا الصبي عمل شيء. فعلا اجى ابوي من الشغل وقبل ما يطلع طلع لقى في بيض بالشارع. فمهتم بالامر ضله طالع، وصل على البيت، فتح الباب، بسم الله الرحمن الرحيم، تعشف ابنك وين روح البيضات ما بعرف. طبعا ما في داعي احكي لكم شو اللي صار معي، بس يعني اذني اليمين ما عم بسمع فيها ورجلي شوي مطعوجه. وبس ها هي القصة، كيف كسرت 30 بيضة وصفت كامل بسبب هذا المشهور يلي اسمه مو فلوجز. وهيك تحدي غبي يا زلمة. وبس بشوفكن على خير.